قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أمة محمد، اسمعوا وعوا فإني محدثكم، ثم انتصحوا فإني ناصح لكم، ثم اتعظوا فإني واعظ. وإن الحياة مدرسة، وإننا تعلمنا من الإسلام ما كنا نجهله، فعلمنا أن كتاب الله وسنة محمد هي صراط الله المستقيم ودينه القويم، وهي الذي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فقال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. كنا صوفية في بداية حياتنا أيها الأخوة، وكنا على طرق كالرفاعية والدسوقية والبدوية والطفيحية والعامية والمرندية والشاذلية، وكنا على طرق متمزقة مختلفة، حتى أن فينا من يمتحن الآخر وبيننا عداء، إلا أننا نضرب نفسنا بالشيش، نضرب نفسنا بالسلاح، وندخل الشيش من هين يطلع من هين وفي بطوننا، ونستعين مدد يا عبد القادر ادركني، ومدد يا رفاعي ادركني، ومدد يا باز، ومدد يا بدوي ويا دسوقي ويا شيخ جنيد ويا الحلاج ويا البسطامي والرفاعي والى اخره. لكننا انقذنا الله بالتوحيد. فلما قرأنا كتب الألباني رحمه الله وحشرنا والصالحين في الجنة إن شاء الله، علمنا أن الشرك الذي كان على عهد الجاهلية الأولى هو الشرك الذي بين يدي الصوفية. كانوا يستعينون أولي بود وسواع ويقوث ويعوق ونسر واللات والعزى ومنات وهبل ونائلة وإساف وذي الخلصة وذي الكفين ونهم وعون وفلس ومطعم الطير وإله الظلمة وإله النور وإله اليسر وإله العسر وذي الكعبتين وذي الكفين ونهم وسعد وعون وفلس والشعراء، أصنام 360 صنم، وكلها صور رجال صالحين، لا حرامية وزنادقة. ما كانوا يصورون إلا الرجال الصالحين الأتقياء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى أنهم يوحدون الله غالبا. الجاهلية الأولى غالبا عند الضيق يوحدون الله ولا يستعينون بالأولياء ولا بالصالحين رحمهم الله، كما جاء في القرآن: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن المصيبة أن أمة محمد كانت، والله أنا كنت واحد منهم، كنا نستعين بالأولياء والصالحين في الشداء والرخاء والعياذ بالله. فلا أرى شركنا إلا أشد من شرك الأوائل. أحب أن أذكر لكم قصة كانت بين يدي أنا المتكلم. كنت صوفيا ولي شيخ، أنا اسمي حسين الحمود السالم العجراوي أبو حسن، من قرية تسمى التبني على شط الفرات من الجهة الجنوبية بين الرقة ودير الزور، ومن كبار عشائر البسبيع التابعة للصبخة الزبيد، من البشعبان زبيد، وأصلنا من اليمن. وإنني كنت صوفيا ولي شيخ نفرت منه إلى آخر، فنفرت من الآخر إلى الآخر حوالي 3 مشايخ كلهم صوفية، وكلهم أكذب بعضهم من بعض. فلما التقيت بصوفي أخير قال في وهابي اللي يقتله يدخل الجنة. والله قلت ألا أقتلها الوهابي، لأن صدق الشيوخ أولي أدور الأفضل منهم، فوصلت إلى أفضل شيخ في سوريا، وكان اسمه الشيخ خلف أخو حلومة، مع أنه أدجلهم هو،
لكن بعرفي انه الشهرة هذا اشهرهم، ثالث اجل واحد هو اشهر واحد عنده. فلما تكلموا بواحد اسمه الشيخ محمد توفيق عنده تكية في الرقة، وانا نزحت الى الرقة من قرية الريفية، وقال الشيخ اللي يقتل هالوهابي يدخل الجنة. والله كنت مستعد اقتل هالوهابي لاني ما اعرف الوهابي شنو. فقلت له وين دلوني عليه؟ قال ياخذك هالرجل يدلك عليه. والله خلاني مريد، قال الجمعة هو اللي يخطب على المنبر هذا. ولك خطيب؟ قال خطيب. قلت شنو الخطيب ونخطب؟ قال هذا دجال، هذا ما يصلي على النبي، وهذا وهابي، والوهابي قتله بأجر. والله حضرت خطبته، قلت له يا رجل والله كان ماني دايخ، انا صليت مرتين عند هالخطيب هذا، والمرتين خطبته طيبه ويصلي على النبي، شلون تقول ما يصلي على النبي؟ والله هالنوبه قلت بدي اجعل اكرس فهمي وذهني لهالرجل، خاف انه صحيح الدجال. والله وانه خطيب يذكر الله ومحمد ويصلي على النبي ويتأسى بالنبي، حتى حلف لهم ما يتأسى بالنبي ويتقيد بالنبي لا يدخل الجنة على المنبر. فوالله إني حبيت هالرجل بعد ما ملؤوني عليه من الضغينة والبغض. ثم قلت له بعد ما خرجنا وخلصنا صلاة: أنت يا شيخ وهابي؟ قال لي: أنت كافر؟ قلت له: لا، بصوت قوي: لا. قالوا: أنا لا، ما أنا وهابي. قلت له: الناس يقولون وهابي. قال: تريد تعرف الوهابي شيء تعرف عنه؟ قلت له: والله ما أعرف عن الوهابي شيء. قال: خذ هالكتاب. وكان الكتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. خذيت هالكتاب وما نمت والله إلا قرأته كله، خلصت كل الكتاب. فجيت أركض عليه، ما جاء يجيني نوم. ما عندك كتاب غيره آخر؟ أنطاني الأصول الثلاثة أيضا لمحمد بن عبد الوهاب. فلما قرأت حبيت محمد بن عبد الوهاب أكثر من الوهابي هذا الفرق. فقلت له: الشيخ هذا رجل على دين محمد معناته شنو؟ رحت على الشيخ قلت له: أنت ردت تزيقني يا قاد البخت، عجل ما استحي من أمرك. هذا تقول لك يدخل الجنة، هذا عالم من علماء المسلمين، هذا يتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ايش اسمه الشيخ؟ الشيخ والله اسمه عبد الغني قنو، اللي يسمونه وهابي. عبد الغني قنو الآن هو مشلول، عليه من الله الرحمة والرحمات الكثيرة حتى يرضى عنه رب العالمين، سبب إنقاذنا أيضا. وكان عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف في قرية تسمى المغلى بين الرقة ودير الزور أيضا، وهو أصله فلسطيني. ثم انتقل إلى الكويت، ومن الكويت على استراليا، وسمعت مات هناك. أسأل الله له الجنة وأن يجمعني فيه في الجنة فإني أحبه. المهم صرت أقرأ كتبه هذا. قلت له: أنت كذاب الشيخي هذا الصوفي. قلت له: كان عندي شيخ مو مثل هذا كذاب الشيخ هذا، كان عندي شيخ. قال: روح على شيخ الزاد مشرك. هذا عبد الغني يقول لي شيخك مشرك الأول. قلت له: شيخي خير من هذا الأول. قال: لسه أشرك منه. روح عنده دفوف. قلت له: عنده دفوف. قال: روح امسك الدف وقول: راحان ياقي والعرب تطر الرحيل، أم اليتامى تقول سيد وانا شيل، أنا ندبت الله وابن عبد الجليل، ردالي ياقى الطبانة الشامية، يا أهل الحمام ادوني ظهركم ليا، عري على السادة أخوت زايا. كان هذا الذي نعرفه في الشرك والجاهلية الذي كنا عليها. فقال: روح اقلب دفك ودف، بس قول، ما تقول أني ندبت الله، أني نخيت الله واستغيثت بالله وابن عبد الجليل، قول أني نخيت الله وحده ولا شريك له رب الدنيا طبنا الشامية. وقول. فخذيت هالدف، وكان هو جاي من عمله ومتقدم له غدا بيض ولبن وبصل اخضر وطاسه مي راح تجيبها مرته، وانا تناوشت هالدف وقمت ادق: اني ندبت الله وحده لا شريك له يرد لنياقه طبنا الشاميه. وقلت: راح عن نياقي يوم ثار العجي اركض وراهن والقلب مترجي، اني ندبت الله ما ندبت ابن الحجي،
الله وحد يرد لنياقة الطبنة الشامية ويحفز علي عيونه يجد كبر من حمر يجدح يقول ها صاير وهابي انت يا كلب، صاير وهابي يقول لي. قلت يا وال عكرود عجل لمنا واحد الله اسمي وهابي، ترى الوهابية كلهم موحدين معنا، ولا انت مشرك لولي ميت يا عكرود، لولي ميت قبل ان اعرف ديني مو اروح على النار وانت السبب يلعنك، وانت ما سكاني اشيل وارجد فوق هالسفره تجي مرته شايله طاسه ميتات بسجينه واني راكب فوق وضربتني بالطاسه وامي فوق وتعال تعجب التمت علينا هالنار. الناس ونجدوهم وسعفوهم، فان الناس بتيار جارف الى النار والعياذ بالله. صدق عليهم وعده ابليس فقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وقد ولدوا حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وين النشامه؟ وين اهل المروءه؟ وين امه محمد ناخذ الصوفيه من الشرك؟ والله الصوفيه هم مثل المشركين الاوائل. والله يود وسواع ويغوث ويعوق ونسره انهم صالحين افضل من الشيخ عبد القادر والدسوق والبدوي والرفاعي. وان اللي يقول مدد يا رفاعي مثل اللي يقول مدد يا هبل. وان ود وسواع ويغوث ويعوق كما ورد في البخاري والله انهم رجال صالحين بشهاده المصطفى عن ابن عباس وسلم. هذا ضلال يا امه محمد، ارجعوا الى دينكم. اللهم اجعلني اول من يرجع الى دينه الصحيح الحنيف الذي لا شرك فيه يا رب العالمين. وصلى الله على محمد معلم الناس الخير وعلى اله وصحبه والحمد لله.